من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة 12 سنة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي لو صليت ما بين المغرب والعشاء الركعات اللي هقولك عليها دي كأنك عبدت ربنا 12 سنة. ايه اصلا اسم الصلاة؟ اسمها صلاة الغفلة. طب ليه سميت بصلاة الغفلة؟ ان معظم الناس بيكونوا في الوقت ده مشغولين بحياتهم ومشغولين عن الصلاة جامد. طب هم اصلا كام ركعة؟ من ركعتين ل20 ركعة. ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصليها 6 ركعات، وورد تاني ان هو كان صلاها 20 ركعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الصلاة دي برضو اسمها صلاة الاوابين. عايز اقول لك ان الصلاة دي بتغفر لك كل ذنوبك. دليل اورده الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة 12 سنة. الصلاة دي أصليها كلهم ال6 ركعات مع بعض؟ لا، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم. هل في صور برضو معينة لازم ان انا اقولها؟ لا، مفيش صور معينة، عادي جدا، ركعتين عاديين. تخيل كده يا باشا معايا انك تقوم تصلي 6 ركعات بس بين المغرب والعشاء، اما يتغفر لك كل ذنوبك، اما هيكتب لك عبادة 12 سنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلته معاكم، بحبكم في الله. ربنا ما يحرمني أبدا منكم يا رب، وتفضلوا كده دايما منورين حياتي. بشكر كل الناس اللي انضمت جديد لقناتي الكبيرة، قناة حياتنا، يوميات حياتنا بكل بساطة، والقناة الصغيرة حياتي بكل بساطة مع عم يوسف. نورتوني وشرفتوني في القناتين، وإن شاء الله بإذن الله تعالى مع بعض وبدعمكم وبتشجيعكم ليا هكمل معاكم إن شاء الله. هيكون كل يوم فيديو على القناة دي وعلى القناة دي بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناتنا الاحتياطية حياتي بكل بساطة مع عم يوسف، اللي هسيب لكم لينك القناة يعني في أول تعليق مثبت. خلاص هانت ان شاء الله باذن الله، خلال ايام نوصل ل20,000 باذن واحد احد. احنا 15 بس انا بتفائل خير ان يعني بيكم ان شاء الله ان خلال ايام نوصل 20 باذن واحد احد. اما قناتنا الاساسيه قناه يوميات حياتنا بكل بساطه اللي انا بنزل لكم الفيديو ده عليها، ان شاء الله باذن واحد احد برضو خلال ايام نوصل 50,000. صح ولا انا غلطانه؟ انا بتكلم في 45,000 بس ان شاء الله هنعديهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو النهاردة اتصور على يومين، فيديو الهلاك. يعني بصوا فيديو الهلاك فعلا، بعيدا عن احداث ان هو مفيهوش شغل كتير، وان ده مش اللي احنا متعودين عليه يا ام يوسف. احنا متعودين منك شويه شغل جبار كده وتغييرات وشيل وحط وكده، هو ده الشغل. لا بس فكره، بصوا هو هلاك نفسي مش جسدي. يعني ان انا صورت الفيديو على يومين، كنت مضغوطه، كان ورايا كذا مشوار، وكان ورايا احداث كتير يعني بعيده عن الكاميرا وكده، شويه شغل وحاجات كده كتير عندي. فاللي هو كنت مضغوطة، وكنت بصور مقطع من الفيديو ده، وبغيب يوم أو بغيب كام ساعة عشان أصور المقطع التاني. يعني أنا هنا بدأت اليوم ده أول يوم، فبدأت أول اليوم كده كنت عايزة إن أنا كان ورايا مشوار مهم جدا وكان لازم إن أنا أروحه. فالمهم اللهم صل على سيدنا النبي، قلت قبل ما امشي كده اكون محضره الاكل، يعني عشان لو جيت متاخره ولا كده ان هو يا دوبك بس اللي هو اعمل حاجات بسيطه وبخلصت تحضير الاكل. او لو حد من الولاد او ابو يوسف حبوا ياكلوا فيبقى فيه اكل محضر يعني محضراه. فبدات ان انا اسلق الفراخ، حطيت طبعا الميه غليت معايا، وحطيت ورق لورا فيها وطماطمايه وحطيت الفراخ كانت عندي في التلاجة، كنت منضفاها وغسلاها وكده، ويعني وعيناها كده اللي هو اللي هطبخه، ما كنتش حاطاه في الفريزر. كمان جبت هنا الكوسة، فرحت قشرتها وخرطتها كده زي ما متعودين يعني. وهبدأ برضو اعمل الطماطم عشان نعمل التسبيكة بتاعة الكوسة. انا عملت كله مرة واحدة كده، يعني اللي هو جيت اطبخ الفراخ بتتسلق وانا بطبخ في الكوسة عشان اكسب وقت. كان عندي كمية مواعين في الحوض، بصوا كنت رايحة المشوار بتاعي ده وانا على عيني ان انا اسيبها. يعني بصوا بطريقه غير طبيعيه، الدنيا زحمه وكركبه. يعني طب الحاج اغسل مواعين، طب حتى اغسل الكوبايات، طب حتى اخف شويه. بص اللي هو كنت في صراع كده مع نفسي، كنت بجري. انت عارفين اصلا كنت حاطه الطبيخ على النار، يعني حاطه الاكل على النار كده، وبجري احضر اللبس، وبجري مش عارفه البس رودي، وبجري مش عارفه اعمل ايه. اللي هو فعلا هلاك نفسي بجد. فكره ان انت تشتغلي تحت ضغط احنا متعودين عليها، بس ان انت تشتغلي تحت ضغوطات دي اللي صعبه شويتين. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. بس والله ربنا بيسر الحمد لله. وباذن واحد احد ان شاء الله قريبا تسمعوا اخبار حلوه باذن واحد احد ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا ما بيضيعش حج حد ابدا، فكل من ليه حج ان شاء الله باذن الله هياخده باذن واحد احد.
اللهم صل على سيدنا النبي. شوفي من الاستعجال كنت اللي هو باخد التومه من العلبه دي اللي هو بسرعه بسرعه كده فوقعته، بس الحمد لله ان انا كنت غاسله البوتياس والرخام مسحاه والكلام ده كله، فالمكان عندي نظيف يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي كومنت كده صغنطوط خالص لواحده من متابعيني ومش متابعيني، من عيلتي اللي متابعاني وعيلتي اللي مسانداني واخواتي اللي انا طلعت بيهم من الدنيا كلهم. قلت لي ام يوسف انت بتردي على الكومنتات كلها الا الكومنت بتاعي انا. فانا عايزه اقول لك والله يا حبيبه قلبي، انا يعني انا نفسي اشتري وقت علشان يبقى عندي وقت كده ان انا ارد على الكومنتات بتاعتكم كلها، بس ده ما يمنعش ان انا بقرا كل الكومنتات. اما بالنسبه ان انا برد على الكومنتات كلها الا كومنتك انت، فلا والله انت ظلمتيني في النقطه دي. هقول لك ليه يا ست الكل؟ لان انا لما كان عندي وقت وجيت في الفيديو اللي انت كنت معلقه لي فيه، انا يعني اللي هو والعياذ بالله من كلمه، انا كنت برد فعلا على الكومنتات، رديت على كام كومنت كده 5 6 10 كومنتات. وبعدين يعني مثلا ابو يوسف دخل عايز ياكل، الولاد حصل حاجه معاهم فقمت اشوفهم، عمتي ندهت عليا اديها الابره مثلا لان بديها الابر بتاعتها. اللهم صل على سيدنا النبي. كنت بصور يعني فاللي هو في البريك ما بين الجزء ده في التصوير الجزء ده، فانا مسكت الفون كده رديت على كام كومنت، فبعديها سبت الكومنتات طلعت منها وما ردتش على الباقي. فمش معنى كده ان انا تجاهلتك انت او غيرك، هو بس ضغط يعني مش اكتر، فاكيد هتعذريني يعني. واحنا اتفقنا ان احنا اخوات، والاخ بيلتمس لاخيه 70,000 عذر، مش 70 عذر بس يعني. اكيد انت عذراني واكيد انت حاسه بالضغط اللي انا فيه يعني، او كلكم يعني ما شاء الله عليكم. ربنا يخليكم لي يا رب وما تحرمش منكم ابدا، عشان خاطركم انتوا يعني. الواحد بص يستحمل الدنيا كلها، المهم ان هو ما يغيبش عنكم فعلا. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. وبعدين ده انت كومنتاتكم دي يعني بمثابه تحفيز ليا، ده انا من غير الفيديو اللي عليه كومنتات ببقى متضايقه كده ومخنوقه، اللي هو في غلط، في حاجه غلط، الفيديو ما عليهوش اي تعليقات، هي الناس مش عاجبها الفيديو، ولا في غلط عندي في القناه ولا ايه. ودماغي تودي وتجيب يعني. انا من غيركم والله العظيم ما سواش. اي نعم انا صاحبه المحتوى، بس محتوى من غير ما حد يشوفه، محتوى من غير ما حد يشجعك فيه، محتوى من غير كلمة حلوة تجبر خاطرك كده وتفرحك وتراضيك كده وتخليكي أسعد واحدة في الدنيا. فلو في عامل مهم لنجاحي واللي أنا وصلت له هو انتوا يعني. انا ما اقدرش انكر فضلكم بعد ربنا سبحانه وتعالى، ولا اقدر ان انا اللي هو استغنى عنكم. اقول لكم انا بنزل الفيديو واللي يشوف يشوف واللي ما يشوفوش ما يشوفوش، لا، في حاله واحده بس، لو اللي هيدخل يكتب كلام مش كويس او مش حابب محتوايا وهيدخل مش ينتقد انتقاد يعني مقبول، لا ده هينتقد بصوره غير يعني غير لطيفه كده وغير مقبوله. فده اللي انا هقول له براحتكم ما تشوفوش قناتي، في الاف القنوات غيري. لكن الناس اللي معايا العشره اللي لنا سنين مع بعض، اللي يكاد يكونوا حفظوني وحفظوا كل تفاصيل حياتي، والناس اللي بصوا بتعرفني من نبره صوتي اذا كنت فرحانه ولا زعلانه، اذا كنت تعبانه ولا في مشكله معايا، دي استغنى عنها؟ لا والله ابدا. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. طبعا الغسالة، الناس اللي بتقول يا ام يوسف ليه زحمت الدنيا وكركبت الدنيا وضيقت على نفسك، ما كانت في المكان التاني هناك في المطبخ القديم كانت اوسع. بس قلت لكم لما نقلت الغسالة عشان المية السخنة يا جماعة، احنا دخلنا جو برد، وفكرة ان انا اعبي مية من المطبخ هنا، من اسفة عزكم الله، من الحمام للمطبخ القديم متعبة بصراحة يعني، ألم في ظهري وكده، فمتعبة بجد يعني. بصوا مش زي لما تبقى المية مباشرة نازلة على الغسيل، فانا نقلتها هنا عشان المية السخنة. فانا كان عندي كميه غسيل لا باس بها، تحسوا كده ان الست دي ما بتغسلش غير كل اسبوع مره، مع اني والله يعني بغيب يوم يومين بالكتير واغسل يعني. ممكن اسيب يوم ما بين الغسيل والغسيل على بال ما الهدوم اللي على المنشر تنشف وارجع اغسل اول ما بشيلها. انا اكتر حد كده يشيل هدوم يحط هدوم، يشيل هدوم يحط هدوم يعني. بصوا الواحد والله ايديه اتهلكت من كتر الغسيل. ففي كومنتات والله ربنا يجازيكم خير يا رب، يفرحكم كده دايما يعني، تتمنوا لي الراحه، وده احلى ما احلى ما فيكم يعني، ان انتوا تحبوا لي الراحه. في كومنتات كده دايما ام يوسف بالله عليكي حاولي تشتري غساله اوتوماتيك في اقرب وقت، لان هتريحك وهتوفر عليك التعب والمشقه اللي انت فيها دي. فانا عايزه اقول لكم ان في اولويات يعني. انا دلوقتي لو في ايدي ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر كده، وفي ايدي ان انا اشتري الغساله، لا خلينا في الاولويات افضل. خلينا اعمل اوضه رودي، خلينا نعمل التعديلات اللي احنا بنعملها في الشقه يعني. خلينا للاساسيات اللي هي ليها الاولويه ان احنا نعملها. لاني انا لو فكرت ان انا اجيب غساله اوتوماتيك هحطها فين؟ هحطها فين؟ ما هي عايزه توصيله يعني، عايزه توصيله ميه سخنه وبارده وتوصيله صرف وكده.
فباذن واحد احد ربنا ييسر ان شاء الله، ونعمل اوضه رودي ونعمل المطبخ القديم حمام شاور كده نحط فيه الغساله، وقتها نبدا ناخد الخطوه دي. فالدنيا ان شاء الله هتمشي معانا واحده بواحده، طول ما احنا صابرين ومحتسبين صبرنا عند ربنا سبحانه وتعالى، وطول ما احنا عشمانين في ربنا خير. احنا ما بنعشمش في حد، احنا بنعشم في ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيعشم في ربنا ربنا ما بيردش عشمه ابدا ولا بيخيب ظنه. يعني انا ظنيت في الله خير وان ربنا هيديني ويرضيني، فربنا مش هيخيب ظني ده ان شاء الله. كان عندي على فكرة الفيديو ده المكان الوقت اللي انا بصور لكم ده او المقطع ده تاني يوم، يعني احنا اول يوم مشينا نفسنا اكلنا من الاكل اللي انا عملته ومشينا نفسنا وخلاص، واليوم خلص ما كملتوش معاكم. ده تاني يوم، ده كملت الفيديو من تاني يوم، اللي هو تاني يوم كده صحيت على طول على الغسيل زي ما شفتوا كده. فضلت اللي هو ايه اظبط الغسيل، احط الابيض وحده، العبايات وحدها، الفوط وحدها، الملايات وحدها، عشان تسهل عليا الدنيا كده. وحبيت الغساله وبدات اغسل زي ما شفتوا معايا. في الوقت اللي انا بغسل فيه كنت بسخن فيه ايه الاكل زي ما انتم شايفين كده، الغسيل شغال والاكل على النار بيسخن. طبعا الاكل ده ايه اللي هو بواجي اكل امبارح، لان احنا امبارح يعني اكلنا منه بس مش اللي هو كان متبجي طبيخ ومتبجي فراخ وكده، فحرام تترمي. فانا هنا كنت بحمر الفراخ وسخنت بقيه الرز اللي كنا عاملينه، وسخنت بقيه الاكل اللي هو الكوسه، وعملت ملوخيه بالليل على فكره. يعني اخر ما رجعنا من مشوارنا كده عملت ملوخيه ورز وتعشينا بالليل، وده تاني يوم اتغدينا من الاكل ده. بص غيرت الفرش بتاع الكنب، اي نعم مضغوطه، وشايفين عندي غسيل ازاي، يعني المنشر مليان والبلكونه التانية مليانه ولسه في غسيل كتير اهو ومضغوطه. ومفروض كنت اجل فكره تغيير الفرش الكنب واقول خليها في يوم تاني، بس والله ما قدرت ان انا استحمل. لقيت نفسي كده ايدي بتاخدني، شلت فرش الكنب وشلت الفرش بتاع الارض كله، حتى فرش الصاله كل ده غسلته. كنت طبعا بوريكم مقتطفات كده لكن انا كنت بكمل مع نفسي. فغسلت الفرش كله، دواسه اللي قدام باب الحمام، فرش المطبخ، اللهم صل على سيدنا النبي. لا تقريبا فرش المطبخ ما غسلتوش صح، مش فاكره والله، بس لا ما غسلتوش، نفضته وشلته. يعني نفضته كده تنفيضه تمام وشلته. اللي غسلته فعلا هو السجاده اللي لونها عسلي دي تمام، عشان دي كانت مطربه، وغسلتها مع فرش الكنب اللي لونه نبيتي تمام. وخلصت غسيل هدوم، وغسلت الالحفه اللي الولاد بيتغطوا بيها، يعني في لحافين، لحاف بني ولحاف لون رمادي كده. هي لحاف بيدفي لانه فايبر بس خفيف، يعني حتى في الغسيل بتاعه بغسله بنشفه في الغساله، فبنشره كده في مكان فيه شمس بينشف في نفس اليوم. يعني مش اللي هو اللحاف بقى انت غسلت في الشتاء فاللحاف هيغيب معاك يومين 3 عشان ما ينشف، لا ده فايبر، فبالتالي بيتعصر في الغساله عادي مفيش مشكله، بيتنشف في حوض العصر وبينشف في نفس اليوم. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. جبت الشقه كلها كنس، طبعا ترابه يعني فظيعه. اليوم اللي انا غايبه عن البيت ما تعرفوش ازاي البيت بيبقى عامل زي المكان المهجور، زي الخرابه ده دايما كده. عشان كده ابو يوسف اصلا ما بيحبنيش ان انا اطلع برا البيت، يعني حتى ان انا اطلع مثلا اروح عند بيت اهلي يوم كده اقضيه مع اخواتي وكده، يعني بصوا يبقى على عينه كده وانا رايحه. اقول له طب يا ابني ليه، ده انا مش بطلع ومش بدخل، يعني يعتبر كاني هي دي الطلعه الوحيده اللي بطلعها. فبيقول لي البيت اليوم اللي بتغيبي فيه، بالرغم ان يعني احنا في نفس البلد وكده، اليوم اللي بتغيبي فيه ده البيت بيبقى بارد ومسجع ومهجور وملوش نفس ولا ليه صوت والبيت كده اشبه بان هو مكان مهجور فعلا. ففعلا ده اللي انا بلاقي بصوا بلاقي البيت متدهول على عينه. اي نعم وهما وانا موجوده، يعني ربنا ما يغيب حد عن بيته يا رب، ولا يغيب ام عن اولادها ولا اولاد عن امهم يا رب، ويجعلكم كده دايما مع حبايبكم ومع اهلكم دايما، اللهم امين. لما اكون موجوده في البيت يعني بصوا صواني الشاي دي اللي طالعه نازله طالعه نازله كل شويه بيوسف بعتي 5 شاي، بعتي 4 شاي، ف اللي هو كوبايات طالعه نازله مليانه وكوبايات طالعه فاضيه، والحوض مكركب، واعملي لنا غدا ومش عارفه وايه، واللي يغير هدوم واللي يرمي هدوم يمين واللي يرمي هدوم شمال. يعني الكركبه دي وارده وامر طبيعي وبيحصل كل يوم. بس لما انا غيب عن البيت انا برجع نفس الاحساس كاني غايبه عن البيت ليا سنه. بحس البيت مطرب، بحس البيت بهتان كده، بحس مواعين متكركبه، بحس بوتياس متوسخ، بحس الرخام مطرب. في يوم يا جماعه في كام في 10 ساعات، يعني لو رحت مثلا عند 10 ساعات كده او اقل كمان ارجع الاقي الدنيا دي كلها. فلقيت ان نفس الاحساس اللي عندي هو نفس الاحساس اللي عند ابو يوسف، هو نفس الاحساس اللي عند عمتي، اللي هو خلاص بقيت حاجه مكتسبه عندهم. ما ينفعش اطلع ولا ادخل. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. فانا اقول لكم اليوم اللي انا غبت ده عن البيت، ورغم ان انا قبل ما امشي كنت عامله اكل يعني وكده، رجعت تاني يوم اهو على الضغط اللي انا فيه ده، كميه المواعين دي كلها وكميه الغسيل اللي انت شفتها معايا.
الحمد لله على كل حال، ربنا يقوينا ويدينا الصحة ونعيش ونعمل لهم يا رب، ويدينا الصحة ربنا والعافية، ونعمل لهم كل حاجة هم بيحبوها، ويجعلنا كده دايما منورين بيوتنا فعلا والله العظيم. البيت يعني سبحان الله ما فيش يعني البيت ليه بصوا في طرفين أساسيين في البيت، الأب والأم، ده بالنسبة لأولادهم يعني. فلو حد فيهم غاب البيت بيضلم فعلا وبيبقى بارد وبيبقى في حاجة كده ناقصة. لكن سبحان الله يعني الغياب الأب أو الأم بيأثر على الأولاد، هم اللي بيحسوا بالفراغ ده وبيحسوا إن في حاجة ناقصة في البيت والكلام ده كله. يعني أنا عايزة أقول لكم إن عندي رودي كل شوية تدخل فين بابا، وبابا يبقى تحت يا رودي، لو نايم ماما فين بابا، بابا نايم. نفس الموضوع، لو أنا طلعت على السطوح قعدت على السطوح شوية يدخلوا يا بابا فين ماما، يقول لهم يعني هتروح فين، أكيد مثلا فوق بتبص على الفراغ بتاعها، أكيد تحت مع ستك يعني كده. فربنا ما يحرم حد من ابوه وامه، ولا يحرم اب وام من اولادهم. اللهم امين يا رب العالمين. دخلت كده على غسيل المواعين، هم يعني يهيأ لنا الامر كده ان الامر شبه مستحيل ان هو يخلصوا، وان هم كتار، وان هتغسلي يعني كميه كبيره ازاي وهتخلصيها ازاي. بس عايزه اقول لكم والله زي ما عودتكم وتعودت معاكم ان انا دايما بستغل الوقت ده ان استغفر، اسبح، اصلي على سيدنا النبي. فلاقي كده الامور ايه يعني بقت سلسه معايا، وعدت ببساطه، يعني زي ما هي حياتنا كده بكل بساطه، امورنا ان شاء الله كلها تعدي بكل بساطه. اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا عشان الزحمه دي فانا اللي بغسله بشطفه وبحطه في المصفى كده يتصفى. ده غير برضو ان انا ايه كنت حاطه الفوطه اللي انا بصفي عليها المواعين كنت حاطاها جنب على الرخامه عشان اصفي عليها الحلل والاطباق الكبيره والحاجات دي كلها. وانا طبعا بغسل بميه سخنه فالدنيا معايا ظابطه، يعني تحسوا بدفى كده، وتحسوا كده ان الدوره الدمويه اتنشطت عندكم فمستعدين لشغل اكتر من كده. على فكره انا بهونها على نفسي وبهونها عليكم، يعني عشان لو عندك شويه مواعين تقومي تغسليها، لو عندك غسيل قومي حطي الغساله واغسليه. عارفين يا بنات انا دايما لما بيبقى عندي غسيل بيبقى ليه الاولويه في البدايه، يعني ان انا اعمل ايه، اشغل الغساله واروح مثلا على بال ما دوره الغسيل تاخد وقتها اكون انا مثلا ايه غسلت المواعين، غيرت الفرش، كنست كده يعني. فاللي هو ابقى كسبت وقت، مش اللي هو اعمل الحاجه واقعد بساطها لحد ما تخلص وبعدين ابدا في غيرها. ومش انا بس، انتوا كده زي هي اكيد يعني. بس انا بقول لكم ان انا اجلت مثلا غسيل المواعين النهارده لان فعلا كانت الهدوم كتيره، وكان الشغل يعني ورا بعضه ما فصلتش. كانت الغساله شغاله وانا بغير في الفرش، كانت الغساله شغاله وانا بكنس حواليها، كانت الغساله شغاله وانا كنت بحضر لهم غدا. فاللي هو ما فصلتش، فاخر حاجه فعلا خليتها لاخر الشغل كله هي المواعين. اما بالنسبه لكميه المواعين دي اتراكمت عليا ازاي فده الطبيعي اللي احنا كلنا بنمر بيه، ان احنا نلاقي الحوض والرخام مليان مواعين ومن غير ما نعرف ده حصل امتى وازاي. يعني ده مش تقصير ان احنا سايبين المواعين لنا يومين ثلاثه، لا ده هو يوم واحد. بس اقول لكم على شيء يعني حصل معايا لما انا غبت امبارح عن البيت. كان في مواعين في الحوض، يعني بالفعل كان في مواعين عايزه تتغسل زي ما قلت لكم، ما لحقتش اغسلها. فيجيلك كام كوبايه كده كانوا تحت عند ابو يوسف في المنظره لضيوفه، كام كوبايه كانوا في المحل تحت بتاعه، إيه هو شرب فيهم شاي وحطتهم، فبعدين بيجمعهم لي ويطلعهم. كنت منزله لعمتي غدا فطلعت لي الاطباق اللي هي نزلت لها فيها بالصينيه فتحطوا على الرخامه. الولاد اتغدوا حطوا الاطباق اللي اكلوا فيها على الرخامه او على الحوض. بالليل مثلا ابو يوسف كان عايز ياكل فانا غرفت له، طبعا كسلت ان انا اتلفى اطباق من الحوض اغسلها واغرف فيها، فرحت اتلفيت اطباق نظيفه وغرفت له. بعد ما اكل حطيت الاطباق اللي اكل فيها في الحوض. جيت تاني يوم لما اتغدينا وخلاص احنا بواقي الاكل بتاعت امبارح سخناها واتغدينا بيها، فاللي هو الحلل اللي هي بواقي اللي كان فيها بواقي الاكل وكده خلصناها، فالحلل حطيتها على الحوض. فتلاقوا ده مع ده مع ده جمعوا لك كميه المواعين. بس في الاول وفي الاخر الحمد لله المواعين دي خير في البيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا يعني اللي بيحصل معايا ان انا لما بفتح الكاميرا وبكون بغسل كميه مواعين كتيره بحس ان انتوا حواليا وبتسلوني ومش بحس بيهم بيخلصوا بسرعه. انتوا كمان زي كده ولا ايه؟ يعني لما يكون عندكم مواعين بتشغلوا مثلا فيديو ليا وتحطوه كده على الرخام او تحطوه على ستاند او على اي حاجه كده جنبكم تشوفوا الفيديو وانتوا بتغسلوا المواعين، فتلاقوا المواعين خلصت معاكم بسهوله وبسرعه ولا ولا ايه بالظبط؟ قولولي. عارفين لو بتعملوا كده انا هفرح بجد والله العظيم. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. دول اخر شويه بس كده الدنيا هديت وفضيت، ويعني انا اخدتهم شويه بشويه عشان الزحمه.
يعني خليت الحلل لاخر حاجه، الكوبايات في الاول كده لحد ما ايه اللهم لك الحمد يا رب خلصت كده وفضيت الرخام ده، غير ان انا لسه همسح الرخام حواليا وهمشي ايدي كده على البوتاجاز وعلى كله. فالحمد لله اللهم لك الحمد ختمت اليوم ببيت نظيف، هدوم مغسوله، مواعين مغسوله، الحمد لله كنت مغدياهم ومظبطاهم يعني ما دوروش على اكل كده. اما بالنسبه بالليل بقى فمشيناها باكل كده خفيف، يعني عملنا بيض على بطاطس متحمره على مش عارفه على تونه على سلطه، حاجات كده يعني اكل من الاكل الحلو اللي انتوا عارفينه ده. ومشينا الدنيا الحمد لله، وهي ماشيه بستر ربنا دايما الحمد لله اللهم لك الحمد. ربنا يديم في حياتنا دي نعم يا رب، ويحفظها من الزوال، ويحفظ لنا اولادنا وازواجنا، ويهدي سرنا ويبعد عننا شر من لا نطيق شره، اللهم امين. كده الحمد لله انا ختمت معاكم فيديو متصور على يومين وبأحداث مختلفة، وحكيت لكم كل التفاصيل اللي مرت معايا في خلال اليومين ده. فأتمنى منكم إن شاء الله إن انتوا تكونوا كملتوه كله للآخر، وأتمنى دعمكم ليا إن شاء الله في القناة من خلال لايك للفيديو، وكمان من خلال اشتراككم في القناة في القناتين بالله عليكم. وكمان اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. طبعا تعليقاتكم الحلوه ودعواتكم لنا يعني بتفائل بها خير، ان هي رصيد متشل عند ربنا، وان شاء الله هيجي يوم من الايام والدعوات دي ربنا يستجابها وتتم باذن الله تعالى. خلصت كده وفرشت الفرش وروقت الدنيا، وريتكم كده المنظر عامل ازاي. شايفين كميه المواعين دي؟ الحمد لله ان هي خلصت. اشوفكم على خير.